السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. النهارده ان شاء الله هقدم معاكم احلى كنافه صحيه للدايت بطريقه مميزه وسهله وبسيطه وسر اللون الجميل ده. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه والمكونات. بس الاول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتركوا بقناتي على اليوتيوب عشان يوصلكم كل اشعاراتي الجديده. معايا ربع كيلو من الكنافه، والطبق ده غالبا بيبقى نص كيلو، فانا هاخد نصه يعني ربع كيلو. هحطه في الفريزر لمدة ساعتين عشان اسهل تقطيعها بالشكل ده، بدل يعني ما نجيب كبة ونحطها في الكبة والكلام ده. انت حطيها بس في الفريزر ساعتين تتفرك معاكي بكل سهولة زي ما احنا شايفين. سر اللون ده هيطلع من ايه؟ ان الربع كيلو ده هياخد معلقتين كبار من السكر البودر، وهنقلبهم كويس كده مع الكنافة بحيث ان هي تتغلف تماما بالمعلقتين دول. وهجيب بقى صينية واحط فيها معلقة من السمنة، بس ما تكونش سايحة، تكون السمنة يعني زي ما انتم شايفين كده بدرجة حرارة الغرفة. وهبتدي ان انا اضيف عليها نص كمية الكنافة وهكبسها كويس جدا. تمام، انا مش هحط سمنة على الكنافة، انا هكتفي بالسمنة اللي هنحطها في قاع الصينية، هنحط بقى معلقتين سمنة في الاخر خالص بعد لما نرصها. هنشوف دلوقتي يعني احنا مش هنستخدم كمية كبيرة من السمنة زي الكنافة العادية. بعد لما ضغطتها كده نص الكمية اللي احنا ضغطناها. هعمل بقى الحشوة بقى عبارة عن كوبايتين من اللبن عليهم 4 معالق كبار من النشا. مش هستخدم سكر ولا عسل للحشوة دي. الحشوة دي اللي هي الكريمة مش هنستخدم لها تحلية خالص. هنقلبها على البارد، ال4 معالق كبار من النشا على الكوبايتين من اللبن، هنقلبهم كده على البارد. بعد كده هنروح بيهم على النار، بس الاول لازم يتقلبوا كويس جدا جدا على البارد. بعد كده هنروح بيهم على النار تكون هادية مع التقليب المستمر. طبعا انا ضفت فانيليا، لو مش عايزة براحتك. هنفضل نقلب فيها كده. بعدين لما القوام يتقل وتغلي هنزل بيها وهي سخنة كده على اول جزء من الكنافة وهي سخنة. ونراعي ان الطروف ما يبقاش فيها الحشوة، يعني نخلي سنتي كده زي ما احنا شايفين. دخلناها التلاجة تتماسك عشان بقى نفرد عليها بقية الكمية. مهمة جدا الخطوة ان احنا ندخلها التلاجة علشان لما اجي افرد عليها بقية كمية الكنافة تتفرد كده معايا بسهولة واقدر اتحكم فيها. فهفرد بقى بقية كمية الكنافة بسهولة كده، لان طبعا احنا حطينا الحشوة بالكنافة في التلاجة شوية. بعد كده لما افردها زي ما احنا شايفين هضيف معلقتين كبار من السمنة. يبقى انا كده استخدمت معلقة للقاع ومعلقتين بس كبار للوش. وهخلي بالي كده ان انا اجي عند الطروف واحط كمية من السمنة. طبعا السمنة انا خدت المعلقتين الكبار وهي بحرارة الغرفة ودخلتها في الميكرويف، فلما ساحت زادت شوية. يبقى خدوا المعلقتين الكبار زي ما اخدنا المعلقة اللي في القاع بدرجة حرارة الغرفة، وناخدهم ونحطهم في الميكرويف يسيح. هتقعد بقى على حرارة 160 في الفرن تقريبا من نص ساعة لساعة الا تلت. اول ما نلاقيها فصلت من الجناب وخدت لون ذهبي من تحت هفتح عليها الشواية. تعالوا بقى نقلبها. هتتقلب معايا طبعا بكل سهولة لان انا حاطة سمنة في قاع الصينية ولانها مستوية كويس جدا. هتتقلب اهي بكل سهولة. شايفين لونها جميل ازاي؟ سر اللون ده معلقتين السكر البودر اللي احنا ضفناهم. دلوقتي هاجي بقى للتحلية اللي على الوش. مش هضيف شربات، هضيف عسل نحل. معلقتين من عسل النحل بس كفاية. طعمها جميل، مقرمشة، هتعجبكم جدا. والحشوة علشان مفيهاش سكر فطعمها لذيذ وخفيفة قوي قوي. اتمنى تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك، وهحط لكم في صندوق الوصف كمان كل انواع الكنافة اللي كنت عاملاها قبل كده على القناة. اتمنى تشوفوها وان شاء الله بقى للتزيين انا زينت بلوز مقشر مديها شكل جميل قوي ولايق على اللون بتاعها الذهبي الجميل. وبعد كده هرشها رشة من الفستق المجروش. ممكن تعملوا كمان رشة الفستق دي على شكل هلال او ترشوها كلها كده طبعا على شكل هلال. طريقة سهلة جدا ان انتوا بتجيبوا اي صينية تحددوا بيها من فوق كده على شكل الهلال وترشوا في بقيتها الفستق. وانا كنت عاملة كنافة هلالية على القناة اصلا
ممكن لو عايزينها قولوا لي احط لكم اللينك في التعليقات. شايفين شكلها رائع ازاي، طعمها جميل جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. انا قطعتها وهي سخنة، وقطعتها تاني قدامكم في اخر الفيديو لما بردت. كانت تاني يوم بقى كانت تماسكت، الكريمة اللي في النص كانت تماسكت لما بردت اكتر من كده. ما شاء الله هي ما قعدتش يعني، من جمالها ما قعدتش. شايفين لونها رائع، طعمها خطير، مقرمشة مقرمشة مقرمشة، ومن الداخل تحسوا كده انها جوسي شوية. دي كانت اخر قطعة باقية تاني يوم تماسكت ما شاء الله، لسه مقرمشة زي ما هي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.